انتوا طول عمركم عايشين معانا في مصر، يا سودانيين يا اريتريين يا اثيوبيين، طول عمركم في مصر، محدش فينا اتضايق منكم. بس احنا النهارده متضايقين ليه؟ يا استاذ عمر، استاذ عمر علي بيقول لي سنقدم شكوى للمفوضيه اللاجئين بسبب كلامك. يا باشا انتوا، ما انتوا قدمتوها في مصر، انتوا مش قدمتوا الشكوى في مصر؟ قدم في العبد لله، قدم في العبد لله. انا يعني انا مبسوط جدا ان انت دخلت تحرق دمك معانا. اه يا لاجئ، اه يا لاجئ، اه يا لاجئ، انت داخل متاخر. خليك معانا بقى ثواني كده، علشان ايه؟ هعيد لك المشهد الافتتاحي. هعيد لك المشهد الافتتاحي. لا 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 لا. يا لاجئ يا لاجئ يا لاجئ، ترى لا 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 لا. يا لاجئ عند الكل ترى، يا لاجئ عند الكل ترى، يا لاجئ عند الكل للتقطين، يا لاجئ وتقيل على الناس طول عمرك يا لاجئ، خليت ابن البلد محتاس ما عندوش حماس يا لاجئ. تا تا تارارارا تا تارارارا تا تا. والنبي يبقى ابعت لي كوبي من الشكوى بتاعتك اللي رحت تقدمها للمفوضيه يا لاجئ. طب انا ادم ما عندكش دم صحيح؟ اللي اختشوا ماتوا، والله اللي اختشوا ماتوا. يبقى انت، هقول لك ايه؟ يبقى انت هقول لك ايه؟ يا لاجئ، وترى لا 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 لا. انا عايز اغنيه اللاجئ دي تعملوها ايه؟ توصل للمفوضيه. انا بقى هعمل لك كوبي وانا هبعتها لك تديها للمفوضيه يا لاجئ. تعالوا بقى نتكلم على حاجه برضو، بس دي انا بقول ان الشعب المصري هو السبب فيها لما بنتكلم على الموضوع ده. لما بنتكلم على الموضوع ده، احنا النهارده موجود في بلدنا ملايين الناس، ملايين الناس بدون اوراق ثبوتيه، ما نعرف لهمش لا اصل ولا فصل ولا مله. والمفوضيه الساميه، ساميه اللي هي، عارفين امبارح من البرنامج يعني ايه ساميه؟ كلمه ساميه يعني ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه امل، شرفتينا متاخره على الكلاس برضه. فالمصريين اللي بيسيبوا عيالهم في الشارع عنده 5 سنين وست سنين وسبع سنين، مدينة شايفين البلاوي اللي بتتم. انت حتى جوه المدرسة ابنك مش آمن، انت ازاي تسيب ابنك في الشارع؟ ومحدش يجي يقول لي ان دي ظواهر جديدة عندنا في مدارسنا. وبتكلم طبعا، الله يخليكي الله يخليكي يا استاذة امل، وبتكلم طبعا على موضوع التحرشات بالاطفال. الموضوع ده موضوع خطير جدا، بس انا بقول برضو انه مش جديد. هو مش جديد، ده التحرش بقى بالكلب، يعني الكلاب في الشارع ما سلمتش، تخيلوا. فده بيصب برضو فين؟ بيصب في بيوتنا. اخر فيديو بتاع مدير المدرسة مع البنوتة الصغيرة في المكتب اللي اتصور ونزل على الفيسبوك، مين القذر؟ وقلتها في البثوث اللي فاتت، مين القذر اللي صور الفيديو ده؟ الله يخليك يا استاذه ساميه. لا ده الاغنيه كامله بقى كانت على البث اللي قبل ده، قبل ما يقطع، لان انا عملت بث اولاني عملت فيه الموال ده، وبعدين قمنا قاطعين البث وابتدينا البث ده من تاني عشان كان فيه عطل. فلو دخلت على البث الاولاني هتعرفي الموال كامل. انا اديته حته بس من الموال دلوقتي
عشان يروحوا المفوضيه بيه، المفوضيه الساميه، ما ساميه اللي هي يالا. ده انا يعني ما مش عايز اتكلم كلام مش تمام علشان انا مش استاذ هاني. انا مش استاذ هاني. انا ضارب 2 سودانيين وسوري تحت البيت، ومفيش كلب يعرف يعلي صوته حوالين بيتي. فانا غير استاذ هاني خالص. ليه يا باشا اهانه؟ يعني استاذ محمد داخل بيقول لي اوكي، انت بتستخدم كلمه لاجئ ليه؟ بحس انها بتستدعي التعاطف والتضامن، بحسها انه شيء منيح مو هيك. لا يا محمد، مش هيك، مش هيك خالص. هرجع لك تاني في الكلام ده. فاللي صور الفيديو للبنوته الصغيره مع مدير المدرسه بني ادم قذر. يقول لك اصل انا كنت عايز امسك عليه حاجه. طب ما انت صورت اول 5 ثواني، اقفل بقى وخش هات البيت. ولا احنا بقينا نشوف المصيبه نصورها وخلاص؟ احنا عايزين نعمل ترندات زي العيال اللي كانت بتصور كده، الناس اللي بترمي ميه على المصلين السوريين في عيد الاضحى اللي فات، في عيد الفطر اللي فات. هو انت سايب المصيبه وقعدت تصورها؟ بكره ياخدوا مراتك وتقعد تصورها، وبكره ياخدوا بنتك وتقعد تصورها. انتوا ايه القذاره اللي انتوا فيها دي؟